يا صباح الفل، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده راجعه لكم فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم جدا. انا نويت ابعد شويه عن الروتينات واتكلم معاكم وافضفض معاكم ونتكلم في مواضيع حياتيه شويه. النهارده راجعه لكم بفيديو يعني مليان فايده كتير. اتمنى تتابعوا الفيديو للاخر، ولو اول مره تشوفيني انا بيبو ودي قناتي روتينيستا. كملي معايا الفيديو للاخر وشوفي هنتكلم في ايه، وان شاء الله ممكن تطلعي بحاجه واحده من اللي هتكلم فيها تفيدك وتسهل عليكي دنيتك وحياتك. احنا النهاردة هنتكلم مع بعض في عادات غيرت حياتي للأفضل كتير، غيرت حياتي 360 درجة. النهاردة هنتكلم في حاجات كتيرة قوي هتخص حياتنا، سواء كنتي ست بيت ومتزوجة او لسه بنوتة لسه مقبلة على حياتك كده. ان شاء الله كل الحاجات اللي هتسمعيها مني لو ما كنتش بتسمعيها من مامتك فاكيد هتفيدك وما تنسيهاش، حطيها في دماغك وان شاء الله هتكملي بيها حياتك وهتتبسطي بحياتك لما تنفذي منها الحاجات اللي تناسبك، لان مش كل الحاجات بتناسب كل الناس. المهم بقى هنبدأ. اول حاجة هكلمك فيها هي انك تحبي بيتك وتحبي حياتك، تحبي تفاصيل بيتك وتحبي تفاصيل حياتك، تهتمي بنظافة بيتك وتهتمي بريحة بيتك، وتهتمي انك تفتحي الشبابيك كده اول ما تصحي الصبح وتهوي بيتك وترتبيه اول ما تصحي كده. ما تسيبيش الدنيا مكركبة، وحاولي انك لما تصحي بدري لأسباب كتيرة جدا هتفيدك. أولهم إن صحتك هتبقى كويسة جدا، ثانيا هتخلصي كل اللي وراكي وتنجزي، ثالثا وده كان الأهم اللي المفروض أقوله لكم، إن هتاخدي بركة اليوم، لأن في البدرية فيها أو في البكور فيها البركة كلها. طبعا تقسيم الأرزاق بيبقى الصبح بدري كده، فهتلحقي نصيبك كده من تقسيم الأرزاق، وإن شاء الله تحصلي على نصيب الأسد. بصوا بقى، هنبدأ الأول بإن احنا ننظف شقتنا كده ونروقها ونفتح الشبابيك وندخل الشموسة الحلوة تنور بيتنا، وندخل هوا نضيف يجدد كده البيت ويجدد الطاقة. هنروق سريرنا وننضفه، ولو عايزين نغير الملايات نغيرها. ما تسيبيش الملاية فيها عرق، ما تسيبيش المخدات ليها ريحة عرق. طبعا كلنا لما بننام بنعرق على مخداتنا، فبلاش تسيبي المخدات بتاعتك ليها ريحة وليها عرق. ولازم عشان البكتيريا والجراثيم اللي هي الجلد اللي بيطلع من جسم البني ادم بينزل على المخدة وبينزل على السرير. دايما غيري الملاية بتاعتك باستمرار بشكل يومي، ما تغيريش من الاسبوع للاسبوع علشان ده كده غلط. تاني حاجة تعطري بيتك وعطري سريرك، خلي دايما سريرك ريحته حلوة، خلي سريرك كده لما تيجي تنامي عليه تحسي بالراحة والنظافة، لان احنا لما بنمسح وبنعطر بنحس بنشم ريحة النظافة ونشم ريحة البيت جميلة، فبيفتح نفسنا ان احنا نقعد في البيت. ما بنحبش ان احنا نخرج ونروح في اماكن مختلفة، علشان فعلا البيت بيبقى بالنسبة لنا مصدر الراحة. تاني حاجة بقى، بعد انك انت تحبي بيتك وتحبي حياتك، ممكن تضيفي لمسات فنية ولمسات جمالية كده بشوية ديكورات بسيطة. ما تكلفيش نفسك انك انت تجيبي ديكورات فظيعة، لكن حاولي على قد ما تقدري توجدي مثلا خضرة، توجدي زهور، لو طبيعية لو صناعية، الاتنين هيدخلوا على روحك كده احساس بالبهجة والسرور. كمان كل فترة كده تجيبي لنفسك بيجامتين حلوين تستعمليهم مع البيجامات القديمة، وكمان تشتري ملايتين حلوين تغيري بيهم مع الملايات القديمة، ويكون ألوانهم مبهجة وشكلهم جميل عشان يغير شكل الشقة كده وينعنش الشقة. وكمان انتي لما تغيري وتلبسي لبس حلو وأنيق في البيت ومتدلع كده هتحسي انك انتي مبسوطة داخليا وخارجيا. واكيد بقى مش هنهتم بالبيت وهنهتم بالملايات واللبس ومش هنهتم بنظافتنا وريحتنا الشخصية. لازم تهتمي بنظافتك وريحتك الشخصية وتستعملي عطور هادية وجميلة. كمان ممكن تستعملي المخمرية بعد الدش الجميل، او تستعملي مسك الطهارة، وكمان ممكن تستعملي مزيلات العرق اللي هي الرول. في منتجات كتيرة قوي هتساعدك على العناية بجسمك وبشرتك. كمان المخمرية على فكرة بتبقى عاملة زي زبدة الكاكاو كده، فاللي هي بتطري الجسم جدا وبتخليه لمعة وتخليه طري، ما بيحصلش تشققات في الجلد.
كمان عايزة اقولك لازم تهتمي بصحتك جدا، تاخدي فيتاميناتك، تاخدي مقويات، تشوفي ايه اللي ناقص جسمك وتاخديه، تهتمي بالحديد اللي داخل جسمك. ما تسيبيش جسمك لحد لما يبدأ يعاني وتبدأي تتعبي علشان تعرفي انك او تتقرصي انك انت لازم تاخدي فيتامينات. اهتمي دايما بصحتك، اهتمي بالاكل الصحي، اهتمي تاكلي خضروات، اهتمي تشربي عصير فريش، اهتمي تشربي مية. الحاجات دي كلها هتفيدك. كمان عودي اولادك ان هم يهتموا بصحتهم ويهتموا بالحاجات الطبيعية، ويهتموا بالخضروات والفواكه، ويهتموا بشرب العصاير الطبيعية، وبلاش نشتري الحاجات المصنعة. من الاهتمام بالنفس انك انت تبطلي تصرفي فلوسك على الحاجات المصنعة والعصاير المصنعة، وتدخلي بيتك الحاجات دي. من الاساس انت اللي بتدخلي الحاجات دي، وانت اللي بتعودي ولادك عليها، وانت كمان اللي مش هتعوديهم عليها وهيتجهوا للحاجات الصحية. من الاهتمام بالنفس انك تبسطي نفسك وتفرحي نفسك، وانك تخرجي نفسك وما تعلقيش سعادتك على حد او وجود حد. يعني لو ما لقيتيش حد تخرجي معاه، خرجي نفسك. لو ما لقيتيش حد تروحي معاه مشوار، انتي روحي بنفسك، اخرجي، اشربي حاجة، كلي حاجة، اتفرجي على المحلات، اعملي كل اللي نفسك فيه. ما تعلقيش سعادتك على وجود حد في حياتك. كمان عايزة اقولك حاجة مهمة جدا، اشتري لنفسك اي حاجة نفسك فيها وفرحي نفسك. يعني مثلا نفسك في شرب، نفسك في شوز، نفسك في شنطة، نفسك في اي حاجة حتى لو كانت بسيطة، حتى لو صباع روج، حتى لو مانيكير، نفسك في اي حاجة اشتريها وفرحي نفسك. الخروجة ما تعديش عليكي كده كأنها ما حصلتش. ابسطي نفسك بنفسك وما تعتمديش في انبساطك على حد. كمان عايزه اقولك حاجه مهمه جدا، خلي مظهرك هو اهم حاجه. ما تنزليش من بيتك بلبس مبهدل، بهدوم فيها نتشة او مقطعة، بهدوم مش مكوية، بهدوم مقاساتها مش مظبوطة عليكي، سواء ضيقة قوي عليكي، سواء مش مقاسك. يعني اي حاجة تقلل من مظهرك بلاش منها وما تلبسيهاش. كمان عايزة اقولك الشوز بتاعك، ما تنزليش بالشوز بتاعك مقطع او متبهدل او متطرب او يعني شكله ما ينفعش. اهتمي جدا جدا بمظهرك، لان مظهرك هو اللي بيخلي الناس بتتعامل الناس كده كده بالمظهر، فبتاخد انك انتي شكلك مبهدل او لبسك مبهدل، فهتتعامل عليك معاكي باسلوب مش هيريحك ومش هيبسطك. فدايما خلي مظهرك هو اهم حاجة عندك. كمان من الحاجات المهمة قوي ان لازم يكون عندك حلم نفسك تحققيه وهدف لازم توصلي له. ما يبقاش الواحد عايش في حياته كده يعني سايب الحياة ممشياه زي ما تمشي وحياته عشوائية، ما يكونش عنده ونفسه في حاجة يحققها. لازم يبقى عندك هدف. مثلا عايزة تحوشي مبلغ معين هتعملي بيه حاجة معينة، حطي مثلا في دماغك عايزة تجددي في بيتك، مثلا عايزة تبيضي شقتك، عايزة تغيري عفش بيتك، عايزة تشتري سجاد، عايزة تعملي حاجة لولادك. لازم يكون عندك هدف معين، يعني لازم تحققيه وان شاء الله طول ما انتي بتسعي علشان تحققي الهدف ده اكيد ان شاء الله يعني هتوصلي له. انما لما تبقاش عندك هدف والدنيا ماشيه معاكي كده، الدنيا هتبقى صعبه معاكي ومش هتنبسطي. كمان لو عندك بنت عايزه تجوزيها وتجهزيها، لازم تدخري لها من المصروف اليومي بتاع البيت، لازم تدخري لها من المصروف الشهري بتاع البيت. لو عندك ولد هيتجوز لازم تساعديه، فلازم تحسي انك انتي بتعملي حاجة مفيدة في حياتك. فخلي عندك هدف عايزة توصلي له. كمان لو انتي نفسك مثلا تلبسي دهب ومش عندك، تقدري تقتصدي كده من فلوس البيت ومصروف البيت، وتركني كده فلوس على جنب تقدري تحوشيها. ومثلا كل ما يبقى معاكي مبلغ كده على بعضه تروحي تشتري حاجة خفافي من القطع الذهب. يعني مثلا حرف، تشتري حلق خفيف بتاع اطفال مثلا، او يعني اي قطعة ذهب خفيفة. ومع الوقت لما تجمعي اكتر من قطعة هيوزنوا معاكي ويعملوا مبلغ محترم، تبدأي انك انتي بقى تبيعيهم وتستبدليهم بغويشة، بحلق، بأي حاجة بقى نفسك فيها. دي طريقة كويسة للادخار وللتحويش، بما انك انتي نفسك مثلا يبقى عندك ذهب. كمان لو انتي نفسك يبقى عندك ذهب، يعني يقف جنبك كده ويبقى فيه قرش جنبك متعان، اللي يحصل اي ظروف لازم يبقى جنبك فلوس. كمان احنا بنكبر وبنبقى محتاجين ان يبقى معانا كده حاجة متعانة للزمن، فده برضو حاجة من الحاجات المهمة جدا.
فلازم يكون عندك استقلال مادي وتحوشي كده فلوس، لازم تكون جنبك كده لحدوث اي ظرف من الظروف تبقى سند ليكي في حياتك. فلازم تستغني عن شراء بقى الحاجات التفاهات اللي ملهاش لازمة. الحاجات اللي هتجيبيها تبقى مقررة عندك، بلاش منها. لو عندك كذا شنطة ما تشتريش شنطة جديدة، لو عندك كذا شوز ما تشتريش شوز جديد، لو عندك حاجات في المطبخ مثلا تروحي تشتري بلاستيكات وتروحي تشتري معالق وتروحي تشتري حاجات ملهاش اي لازمة. وقفي بقى واعملي ستوب مع نفسك، ولازم تحوشي وتدخري، لانك لما بتكبري في السن فجأة هتلاقي نفسك معكيش فلوس وعندك احتياجات، معندكيش دهب يسندك لأي ظرف، وبرضو عندك احتياجات وولادك عندهم احتياجات. فساعتها هتحسي بالعجز، انك انت مش قادرة تتصرفي، وتحسي انك انت ضيعتي العمر ده كله على الفاضي. فلازم يكون عندك ادخار مادي يساعدك على المعيشة ويسندك مع الوقت وانك انت بتكبري في السن. واخر حاجة بقى هقولها لك، اهتمي دايما بالناس الجميلة اللي تكون في حياتك، الناس اللي تريحك وتبسطك وانتي كمان تريحيهم وتبسطيهم، الناس اللي القعدة معاهم بعيد عن النم، بعيد عن الكلام اللي يجيب لنا سيئات كده ويركبنا ذنوب. ابعدي عن الناس دي وقربي بقى للناس اللي ما تبطليش ضحك من قلبك معاهم طول ما انتوا قاعدين، تنسي الهم وتنسي المشاكل وتنسي الدنيا كلها معاهم. قربي للناس اللي بجد تديكي طاقة ايجابية وتخلي خطوتك للامام ما ترجعكيش لورا. وبكده انا اكون خلصت كلامي النهاردة معاكم، اتمنى تكونوا استفدتوا، وان شاء الله تكون عادات قيمة وكويسة، ولو طبقتيها في حياتك حتى لو جزء منها هيعود عليكي بالنفع ان شاء الله. بس كده اتمنى لو وصلتي معايا لحد هنا تعملي لايك للفيديو، واشوفكم على خير.